بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء السعادة بكميات زيادة على أحلى ناس في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عامل معاكم حاجة جديدة قوي، هي كيكة المتزغللة أو كيك شوكولاتة المتزغللة، وده اسم أنا اخترعته لها عشان خاطر يعني أنا دي اللي اخترعتها إلى حد ما يعني، أو ضفت لها حاجات كتيرة محدش كان بيضيفها لها. بصوا، هي كيكة كده عاملة زي طعمها حلو وجميلة ولذيذة بأمر الله. تمام، صلوا على النبي ويلا بينا نخش على الفيديو. بس قبل ما نخش على الفيديو، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بجد هي جميلة وتستاهل التجربة. معايا 6 بيضات، مش عارف هما ليه 5 بس هما والله 6. أنا والله حاطط 6 بس هما طلعوا 5، بس هما 6 لازم 6. وأنا حطيت 6 مش عارف فين ال6 بس أنا حطيت 6. معايا 6 بيضات هضربهم الأول على سرعة عالية. محطش فانيليا دلوقتي. تمام، اول ما احس ان هم بداوا ان هم يبقوا بيض كده، فهمتوا يعني، يبدا ان هو يفون كده، هبتدي ان انا اوقف البتاع ده وهنزل عليه بالسكر. تمام، سكر قد ايه؟ كوبايه كبيره ما يعادل 185 جرام سكر. تمام، اللي هي الكوبايه بتاعه العصير او الكوبايه بتاعه الميه الكبيره دي. حطيت 185 جرام بالظبط سكر حبيبات ابيض عادي، مش هتفرق حتى لو بتاع التموين، مش هتفرق. تمام، هنا ضربت شويه لحد ما الخليط بدأ يبيض معايا، وعشان اوفر وقت واوفر مجهود واوفر على المضرب بتاعي، جبت معلقه خل وحطيت معلقه الخل وبعد كده البيكنج باودر عشان يتفاعلوا مع بعضيهم، وانا بضرب فيقوم القوام معايا يكون مبيض. آه فيكون القوام معايا يجي يعني فاير كده، يبقى هيحصل له فوران، وفي نفس الوقت يبقى الخليط ابيض وجميل وهش زي ما انتوا شايفينه كده. وطبعا انتوا لاحظتوا الفرق بينكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب واذكروا الله. عايز أقول لكم على معلومة. أنا مرضتش أقفل الحتة دي ومقدرتش برضه إن أنا أقصها. قلت عشان تبقوا شوفوا الفرق بينكم تركزوا على الفرق. بصوا، ده الخليط مرة واحدة ما شاء الله عالي وبقى كريمي وبقى أبيض فاتح قوي. تمام، عن الأول طبعا كان لسه. بصوا طبعا انا بحاول ان أنا اجيب لكم من كذا اتجاه. بص بقى معايا هنا ايه، 185 جرام من الدقيق. هنشيل منهم ال80 دي ونخلي 155 جرام دقيق، ونحط عليهم 20 جرام كاكاو. كاكاو عادي، كاكاو. وعليهم 100 جرام، 100 جرام نشا، و5 جرام كده كده احنا حطينا، يعني 185 توتال. تمام، هبتدي انزل عليهم واحده واحده في المضرب بتاعي. هنا كنت بقول لكم تعالوا شربوا بيبسي، ولا كنت باكل برتقال. تعالوا كلوا برتقال، دوسوا لايك، اشتركوا في القناة، وفعلوا زر الجرس. كلوا برتقال، مش عايزين تاكلوا برتقال هتزعلوني كده. تمام، هبتدي ان انا اضرب بيه كويس جدا لحد ما القوام بتاعي المضرب بتاعي ما يبقاش قادر عليه. تمام، انا بعمل الخطوه دي عشان خاطر اضمن ان الكيك لحد اخر لحظه هو مش هبط، الخليط بتاعي ما يهبطش يعني. تمام، يفضل زي ما هو كده مسامه عاليه ومفتوح بامر الله. انا هنا كنت غالبا حسيت ان المضرب بتاع ان خلاص الخلاط بتاعي المضرب البيض بتاعي خلاص خلص كده، لو شغلت اكتر من كده هيبوظ. رحت لامم الحواف. تمام، انا كنت بحط شويه بشويه، تمام، عشان بس ايه محدش. وهنا بقى كان بدأ ان البتاع بتاع المضرب يسخن ويقفل شويه ويفتح شويه عشان خاطر طبعا يعلي. ودي ميزه كويسه اصلا في المضرب بتاعي، ان هو لما بيحس ان هو يشتغل كتير بيبدأ ان هو يفصل عشان يريح. تمام، هبتدي ان انا بقى اكمل بايديا ومش مش هلف كتير عشان خاطر ما اهبطش الكيك. هو بس مجرد لفه او اتنين بس اضيع دقيق وخلاص كده. تمام، معايا صينيه مدهونه في الزيت. أه الحجم اختياري، بس انا حبيت ان انا اعمل صينيه كبيره 24 عشان ما تبقاش مرتفعه قوي. انا محبش الكيك اللي بيكون شارب لبن او شارب خليط زي اللي انا هعمله النهارده ده يكون منفوخ قوي. بحب ان هو يكون رقيق كده شويه عشان خاطر ما احسش ان انا باكل حاجات كتيره. فهمتوا؟ دخلته على 160 درجه
قعد معايا بالظبط 45 دقيقة. الكيك ده مختلف شوية، هو بياخد عشان ما فيهوش سوائل فبياخد وقت اطول وعلى نار اهدى شوية. تمام. هنا بقى هنيجي معانا في الخليط اللي احنا هنسقي بيه الكيك بتاعنا. الكيك بتاعنا واخد ايه؟ المفروض 4 كوبايات، انا حطيت 3 بس بعد كده حطيت الرابع. تمام. معايا كيس كريم شانتيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعايا هنا قالب شوكولاته اختياري، حطوا فيها اللي انتوا عايزينه، ولكن الاضافه السحريه هي كوفي بريك. هنسيبهم على النار لما يغلوا، واول ما تطلع الكيكه وتبقى مظبوطه زي ما قلت لكم ما شاء الله ممتازه، هشه وطريه وكلها حنيه وحاجه كده فخر من الاخر. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اول ما هتطلع من الفرن هنقفل الفرن عليها ونحطها في الفرن دقيقتين، عشان خاطر الكيكه معانا، عشان خاطر الكيك معانا ما يهبطش. تمام. ده الخليط بتاعنا، وقلت لكم وكنت بوريكم ان هو هيتقل سنه بسيطه جدا. لو اللون ما ظبطش معاكم وانتوا حابين تحطوا عليه معلقه كاكاو مش هيقول لا. انا ما عملتش الحركه دي عشان انا مش بحب الكاكاو قوي يعني، شوكولاته وكاكاو كان هيبقى كتير ساعتها، فما رضيتش ان انا احط كاكاو. عملت سقيت ال4 كوبايات لبن الكيك، وما تخافوش مش هيعجن. لو الكيكه لسه دافيه يعني انا حطيتها دقيقتين وقفلت عليها وحطيتها دقيقتين في الفرن، والخليط بتاعي دافي وهي يعتبر دافيه، عمرها ما تعجن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هوريها لكم، ولا عجنت ولا بلولت ولا كتمت ولا اي حاجه، عامله زي حته السفنج تدوسوا عليها تطلع شرب بالظبط زي الفل. شايفين بقى الجمال والحلويات؟ شلت القشر اللي على الوش، دي اختياري بس انا حبيت ان انا اشيلها. تمام. ما تنسونيش بقى في لايك وشير، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعوا لي دعوه كويسه من قلبكم. وثواني بس اوريكم حاجه. بصوا ما شاء الله انا بحاول ان انا اعمل عليها زوم، الكيك مش كاتم معايا لما شرب الصوص اللي انا عملته ده ما تعبش.